عارف ايه أرعب من إنك تتوه في جزيرة مقطوعة؟ إنك تكتشف إن عددكم زاد واحد، وإن الشخص الزيادة ده لابس نفس هدومكم وبيتكلم بنفس صوتكم، وكل ما تحاول تبص في وشه تلاقيه مراية بتعكس صورتكم انتوا. الحكاية بدأت لما كنا 5 صحاب، أنا وأحمد وسيف ومازن وزياد. أجرنا لانش سريع من مرسى علم عشان نوصل لجزيرة بعيدة في البحر، هادي بزيادة، والمية كان لونها أسود غريب كأنها حبر. وصلنا لجزيرة مش موجودة على الGPS، بس كانت جميلة جدا ورملتها بيضة زي التلج. نصبنا الخيام، ومع أول دخول الليل بدأنا نعد نفسنا عشان العشاء، ولقينا إننا 6 أشخاص قاعدين حوالين النار. بدأنا نبص لبعض بذهول، عدينا تاني برضو 6 أشخاص. السادس كان لابس هودي اسود ومغطي وشه وقاعد ساكت تماما. احمد سأله بجراءة: انت مين؟ وجيت هنا ازاي؟ الشخص ده رفع راسه ببطء، واللحظة دي كانت كابوس. وشه ما كانش فيه ملامح، كان عبارة عن جلد مشدود زي القناع. واول ما اتكلم طلع منه صوت ال5 بتوعنا مختلطين في بعض. قال له: انتوا نسيتوني في المية، انا الجزء اللي بيغرق عشان انتوا تعيشوا. فجأة زياد صرخ، ولقينا جسمه بدأ يشف ويتحول لمية. الراجل لابس هود اسود بدأ جسمه يتجسد ويبقى شبه زياد بالظبط. الكائن بدأ يسحب ملامحنا واحد ورا التاني، كل ما حد فينا يخاف الكائن ده يتحول لنسخة منه. الجزيرة نفسها بدأت تتحرك، اكتشفنا اننا مش على الارض، احنا على ظهر كائن بحر عملاق، والرمل البيضة دي كانت عبارة عن عظم. الضحايا اللي فاتوا صحابي بدأوا يختفوا واحد ورا التاني، وكل اللي يختفي يظهر مكانه نسخة تانية منه بيبتسم لي ببرود وتقول لي: ليه لسه خايف يا صاحبي؟ ما احنا كلنا بقينا واحد. انا قدرت اركب اللانش واهرب، بس انا ببص في مراية اللانش شفت اصحابي ال5 واقفين على الشط وبيشاورولي، بس كلهم نفس وش انا دلوقتي وصلت البيت، بس خايف افتح الباب. الاصحاب اللي بيكلموني في التليفون ويقولولي: احنا وصلنا يا صاحبي، افتح الباب، احنا مستنيينك بره. تفتكروا اللي بيكلموني دلوقتي دول صحابي الحقيقيين، ولا الجزيرة بعتت لي 5 نسخ عشان يكملوا ال6 بيا؟